السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين وحبايبي ومتابعين قناة عائلة جوجو. ازيكم عاملين ايه؟ هنعمل النهاردة احلى صينية مسقعة باللحمة المفرومة، حاجة كده تحفة، كده تحفة تحفة تحفة. قبل ما ابتدي معاكم الفيديو، لايك وشير وسبسكرايب وتفعيل الجرس عشان ينزل لكم كل جديد. طبعا لزوم المسقعة البتنجان والفلفل الحامي كده بقى المولع كده زي ما انتم شايفين، غاسلينه كده غسلة زي الفل. وهنقطع البتنجان التقطيعة المعتادة للمسقعة، اللي هي الترانشات يعني. في بقى ناس بتحب تقشره، انا مش بحب اقشره يا جماعه، انا بحب اسيبه بالقشر بتاعه، لان القشر بتاعه اصلا فيه كميه الحديد، وفيه طبعا وبيمسك اصلا كمان، بيخلي قطعه كده البتنجان كده وهي في الصينيه ماسكه نفسها، يعني بيكون زي زي الطوق كده، يعني بيبقى ماسك قطعه البتنجان يعني. لو متقشر بقى يعني بيتهرش بيتهري كده، انما اللي هو القشره بيحافظ على على الشكل كده والقوام بتاع قطعه البتنجان كده في الصينيه يعني. اهوت. هنفرده كده يا جماعه على الصينيه ونرش عليه شويه ملح، على البتنجان كده شويه ملح عشان خاطر ما يشربش الزيت. هو طبعا البتنجان كده عامه كده كده بيشرب، بس يعني شويه الملح دمت اهوت، خفيف كده عليه كده، وممكن تنقعيه بميه بملح. انا برش عليه كده، فالملح بيتشربه، البتنجان بتشرب الملح، فبيسرد ميه اهوت. سرد الميه اهوت، ده انا عاملاه كده بقالي حوالي نص ساعه. سرد الميه اهيت، هغسله بقى وبعدين احطه في المصفى عشان يصفي الميه. كده كده البتنجان بيشرب زيت يا جماعه، بس الحركه بتاعت الملح دي بتقلل شرب الزيت شرب البتنجان للزيت يعني. ودي الطماطم عصرتها وحط عليها قرن فلفل، وحط عليها التوابل بتاعها، الكمون والفلفل الاسود وشويه كزبره ناشفه. بضربهم معاها كده في الخلاط مع الطماطم. وده البتنجان بتاعنا هنقليه عادي خالص. وحطيت شويه زيت بقى في الصينيه كده اللي معايا، اللي انا هعمل فيها المسقعه اهوت. عما الزيت بس كده يقدح شويه. وطبعا انا مجهزه راس تومه كده بحالها، هرساها كلها اهوت. هنزل في شويه الزيت، مش حاطه زيت كتير يا جماعه عشان برضو البتنجان بيكون شارب زيت اهوت. هديلها بس يعني حاجه كده زي اقل من اللون الاصفر كده كمان يعني التوم. هنزل بقى بطشة الخل دي يا جماعة. حبة الخل دول بقى يا جماعة بيفرقهم في طعم المسقعة لحتة تانية خالص اهوت. هنزل بقى بالطماطم بتاعتي المتبلة يا جماعة، حاطة فيها الكمون، وحاطة فيها شوية فلفل اسود، وحاطة لها قرن فلفل حامي، وحاطة شوية كزبرة ناشفة اهوت. بضربهم في الخلاط عشان خاطر يعني ايه، اما باجي احط الكمون والحاجات في الطماطم فبيبقى ساعات تكلكع كده، فبحطه في الخلاط بيتضرب كله مع بعض. خدت بس شويه كده عشان ابقى احطهم على الوش. وكده يا جماعه البتنجان بس عما ياخد لون. انا خدت شويه صلصه من اللي انا عملتها ديت يا جماعه عشان احطهم على الوش اما اجي ارص البتنجان يعني. انا هطلع، انا كده طافيه اصلا على على الطماطم اللي هي الصلصه ديت، انا طفيت عليها. عما البتنجان يتقلي يعني، انا مش بسبكها، انا بسيبها بس كده بحطها كده على طول يعني، مش بيكون مسبكه ولا حاجه. باخد بقى البتنجان كده اشتله اللي هو خد لون، بشتله كده عشان يصفي برضو من الزيت، برفعه على البتنجانيه اللي مش متحمره. هو اي حركه كده بس عشان خاطر الزيت يعني ما يكونش شارب، هو كده كده البتنجان اكتر حاجه بتشرب زيت اهوت. واحطه في الصلصه على طول. طبعا يا جماعه انا حاطه التوابل بتاعتي في الطماطم، الكمون والفلفل الاسود والكزبره الناشفه وقرن فلفل حامي، حطاه قرن فلفل احمر، حطاه مع الطماطم وهي بتتضرب في الخلاط، عشان لما باجي احط الملح في المسقعه بتيجي فيها حته فيها وحته ما فيهاش. فبحط بحط الملح بقى في الطماطم عشان الطماطم هي اللي هتطول كل البتنجان.
طبعا بقى انا لو مش رشه ملح على البتنجان كان زمان كميه الزيت اللي في الطاسه ديت البتنجان كله شربها. فهو بيعزز شرب، يعني شرب الزيت بيخليه يعني بيخلي البتنجان ما يشربش الزيت يعني 3/4 يعني. البتنجانه دي وقعت، انا مسحه البوتاجاز كل يوم بمسحه يا جماعه. اهو ترص بقى كده رصه حلوه. اللي تحمر بطلعها برميها على طول في الصلصه يا جماعه اهو. طبعا قطعه البتنجان يا جماعه انا مقطعاه تخين شويه، مش رقيق، عشان تكون قطعه البتنجانيه كده ماسكه نفسها. اهوت اللي يحمر بطلعه يصفي الزيت على ما احط اللي بعده. ويا ريت بقى كمان يا جماعه لو مش عايزين بقى زيت خالص في الاكله بتاعت المسقعه ديت، ممكن ترصيه في صاج وتدهنيه بس زيت وتدخليه الفرن لو متاح عندك يعني. عندي بقى شويه لحمه مفرومه معصجاهم اهوت، هحطهم في نص الصينيه كده. لحمه متعصجه عادي بالبصل والفلفل والطماطم كده، يعني زي عادي التعصيج العادي خالص اللي احنا بنعمله، وفيها توابلها برضو وكل حاجه. لو عملتيه برضو مشوي كده في الفرن يعني يا دوبك بس تدهنيه زيت كده وتدخليه الفرن، بيبقى برضو بيطلع حلو برضو، ما بيكونش فيه زيت خالص. هنحط بقى اخر طبقة. اهو كده يا جماعة الرز كده. واقلي بقى كمان قرنين فلفل، ممكن تحطهم كده وممكن تقليهم يعني عادي. اهوت على السريع كده، يعني على السريع. هي كده كده هتستوي في المسقعة. اهو كده حطيتهم في الصينية. هنزل بقى بشوية الصلصة اللي انا كنت واخداهم في الاول، هحطهم على الوش، وهديلها كده غلوة على البوتاجاز. اهوت يا جماعة كده زي ما انتم شايفين، والله ريحتها بتفحفح، حاجة كده تحفة. اهوت وكده القرن ده كده انا مقطعاه قرن فلفل. بس اديلها بس كده غلوة، وبعد كده على الفرن كده على طول يا جماعة. ودي طلعت من الفرن اهيت، وده كانت صينية المسقعة بتاعتنا النهاردة. وبألف هنا وبألف شفا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.